صباح الخير. كده دي بقى كوباية شوكولاتة. على فكرة انتوا وحشتوني جدا. يا رب كل اللي جاي يعني يكون خير لينا ان شاء الله. كده عملت يعني انا قايمة بدري، فقلت هعمل صينية عشان ولادي كانوا طالبينها مني، يعني بقالها كتير اوي ما عملتهاش. حتى لما خلصوا امتحانات قالوا لي احنا عايزين كيك اللي هو البراوني يعني بالشوكولاتة. ده الصوص اللي انا كنت مجهزاه، وحطيت بقى كده الصينيه طالعه سخنه من الفرن والصوص يعني بيبقى بارد. هقطعها بقى كده دلوقتي بالسكينه، عشان كده هكمل الايه اللي لسه معايا برضو. حاسه ان هو يعني كان سميك شويه، يعني الصوص مش سايل. فحطيت شويه لبن وشربتها تاني، وبعد ما قطعتها عشان تبقى كلها كده طريه وحلوه وهشه من جوه ومليانه الشوكولاته نازله فيها. هفطر بقى دلوقتي كده، خدت قطعة من الكيك. وعلى فكرة مسكرة جدا جدا، أحلى حاجة فيها السكر. كانت الشوكولاتة يعني دايبة فيها من جوه، وكانت مسكرة جامد، يعني أنا كنت مزودة السكر، مع ان انا بحبش السكر كتير خالص. لا في شاي ولا في قهوة، بشرب كله من غير سكر. لكن سبحان الله الواحد بيبقى محتاج كده يعني ساعات حاجة مسكرة يعني انتي بتبقي جاية يعني من الحر وكده، فبتحسي ان انتي عايزة كوباية شوب كده ساقع ليمون مسكر. وكده بقى دي كوباية برضو اللي هي ايه ده، نسيت اسمها. مش نسكافيه اللي انا عاملاه سخن، لا، ده انا جبت بقى تلج كده من الفريزر كده، وحطيت بقى ايس كوفي. على فكرة أنا مش من عشاقه خالص الآيس كوفي ولا نسكافيه، أنا ما بشربش غير قهوة يعني أحيانا أو شاي، فين وفين يعني على ما أعمل نسكافيه. فقلت بقى النهاردة هعمل آيس كوفي، عشان أنا كنت جاية يعني من بره وحرانة جدا، الجو وحش جدا، حر جدا جدا. وطلعت صينية الجلاش من الفرن، وعملت رز بسمتي بعد ما شويت الفراخ. ويعني ما شاء الله الجلاش هش قوي ولذيذ جدا يعني. والاكل ده بيبقى حلو قوي في الصيف على فكرة. والسلطة كانت جميلة، والاكل يعني بألف هنا وشفا. الاكل ده بيبقى يعني مطلوب قوي في الصيف يا جماعة، يعني مع المحشي وكده.